السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملخص سريع جدا للأداء الممتع والأداء الممتاز اللي شفناه النهاردة من لعيبة الزمالك بعد تأخر في النتيجة في أول ربع ساعة، ولكن الزمالك يعود بأداء مقنع وأداء ممتاز، وبيخطف 3 نقط من أهم ال3 نقاط في الموسم في وقت مهم جدا 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 من الموسم. 3 نقاط مهمين جدا ويشكر عليهم طبعا. فيلا بينا كده نتكلم فيهم بسهولة، ونتكلم عن اللي حصل وأجواء المباراة. منساش تدعمونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة. ويلا بينا. الزمالك بيبدأ الشوط الأول وبيتأخر 1-0 في أول ربع ساعة. هدف يعني سهل جدا جدا جدا، اللاعب المصري عدى بكل سهولة وسجل أول أهداف المباراة. هدف سهل جدا جدا ويحاسب عليه مدافعين الزمالك وخط وسط لعيبة الزمالك سريعا بيرجع في المباراة ويسجل عدي الدباغ هدف بعد اسيست جميل جدا 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 من بسيرة. يعني بصراحة يحسب له، لعيب من أفضل لعيبة الزمالك في الوقت الحالي هو بزيرة. بيصنع اسيست ممتاز جدا 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 لعدي الدباغ اللي حطها بسهولة جدا على يمين الحارس، والزمالك بيسجل أول هدف له في المباراة، وهدف العودة سريعا بهدف لهدف. وحدي الدباغ خلصها بسهولة جدا ويحسب له الهدف، يعني هدف جميل جدا 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 لحدي الدباغ. ثم يعود الزمالك بريمونتادا في الشوط الأول اللي كانت صلحت الأخطاء الدفاعية الكبيرة اللي وقع فيها خط دفاع الزمالك في شوط المباراة الأول أو في الربع ساعة الأولى من الشوط الأول. بأسيست أكتر من رائع من فتوح، بيخلص ناصر منسي سريعا بفينش رائع جدا على يمين الحارس وبيحط هدف التاني. ريمونتادا الزمالك في الشوط الأول صلحت أخطاء دفاعية كبيرة وبالأخص في وسط ملعب الزمالك، وإن أحمد ربيع تقريبا مش بيقوم بأي دور دفاعي، فمخلي وليد عبد الله السعيد جنبه إن وسط الملعب مفتوح، وخصوصا في البداية لما كان معتمد جمال مخلي فتوح جناح شمال وعبد الله وربيع لوحدهم في نص الملعب. ده اللي كان يعني مبوظ نص الملعب بالنسبة لنادي الزمالك. ثم في الدقيقة 75 ناصر منسي بيخلص المباراة وبيسجل الهدف الثالث. الواحد هنا مش قادر يتخطى الجمال اللي عمله ناصر منسي في اللقطة دي، اللي يعني الكلام هنا مش في الهدف العالمي بس، الجمال هنا ان ناصر منسي كان بيتحرك داخل المنطقة وبيحاول يصطاد عرضية خوان بزيرة، لكن الدفاع طلع. اي مهاجم في اللحظة دي كان هيفضل واقف مكانه مستني العرضية اللي بعدها، لكن بقى ناصر منسي تحرك في منطقة الجزاء بشكل كبير جدا، وعمل سبرنت للخلف وضغط على اللاعب المصري واخد منه الكورة وسدد من اول لمسة على الطاير وهو بيدور علشان الكرة ترشق في البعيدة. فيعني بصراحة اي تكنيك واي هدف اسطوري عمله ناصر منسي في الكرة دي، فالراجل ده بيستاهل كل لحظات النجاح والسعادة دي، لانه بيجتهد في الضغط وبيجتهد لحد اخر نقطة بيلعب فيها يعني. فناصر منسي بيتطور يوم عن يوم ويعني بيسجل أهداف خيالية، وناصر منسي لاعب كبير ويستاهل اللي وصل له مع نادي الزمالك، ويعني كان هيمشي أكتر مرة والجمهور كان بيتريق عليه، لكن بصراحة يعني بيقدم أداء كبير جدا والكرة بتنصفه. فشكرا ناصر منسي على الهدف العالمي والتحرك العالمي. الدقيقة توصل ل86 وعبد الله السعيد بيعمل عرضية خيالية لحسام عبد المجيد اللي بيحطها بطريقة سهلة جدا وبيخلص بيها اللقاء. ف3 نقاط مهمين جدا لنادي الزمالك قبل مباراتين من أهم مباريات الموسم، الزمالك وشباب بلوزداد في نص نهائي الكونفدرالية، مباراة بإذن الله نقدر نبني عليها بعد كده، وبإذن الله الزمالك يفوز المباريات الجاية. يعني ماتشين من أهم مباريات الموسم، مباريات نصف النهائي، فنتمنى بإذن الله تكون مباريات سهلة ومباريات ممتعة لنادي الزمالك. فال6 مباريات كلهم أهم من بعض، بس ماتش المصري بالتحديد ده كان ماتش لازم ما تخسرش فيه بأي طريقة من الطرق، لأنك انت الجولة الجاية مش هتلعب وداخل على نصف نهائي الكونفدرالية، فخسارة أي نقطة كان ممكن يضرب لك باقي الماتشات وتخسر كل حاجة في ثانية. فالفوز بتشيل ضغط كبير جدا من عليك وبتصدر للمنافس،
وتقبض على أي صدارة بإيد من حديد، يعني لازم تقبض على صدارة الدوري بإيد من حديد، وإن شاء الله تكمل على خير، وبإذن الله الزمالك بطل الدوري بإذن الله، وبإذن الله الزمالك بطل الكونفدرالية. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهاردة، منساش تدعمونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي أهم حاجة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.